أحد الإخوان يقول يا أبو عبد العزيز في صديق لي عليه قرض يسدد 3500 ريال شهريا. يقول هذا الرجل فاضل وحبيب ومحب للناس ويفزع للناس. جاء صديق له قال يا أبو عمر، قال نعم، قال أنا ماخذ قرض للبنيان وقرض قوي وأبيك تاخذ لي قرض ثاني باسمك أسدد لك 1500 ريال، ما عادوا معطيني قرض لأني أنا مستنفذ كل الشروط، وانا اذا استلمت راتبي سددت لك 1700 ريال، خذ لي قرض قسطه 1700 ريال، انا قادر اني اسدد لك اياه. قلت ابشر ان شاء الله. يقول واروح اقدم اوراقي بالنظام الاسلامي، يقولوا يعطوني قرض. يوم اخذت القرض هذا وسلمته خوي يقضى لزومه، صار الشهر يسدد لي 1700 ريال وانا اسدد 3500 على قرضي انا، فصرنا انا وياه نسدد حوالي 5000 وشوي. مر الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث إلين جاء الشهر السابع. يوم جاء الشهر السابع والرجال ما حول لي قسطه، فقلت يمكن الرجال عنده ظروف ولا شيء، يقول واسحب من حسابي واسدد القسط باسمي أنا. الشهر الثاني ما حول لي ولا اتصل علي، ولا هو غالي عندي، غالي ماني ماخذ قرض الواحد مو بكفو، صح أثق فيه وأشوفه وعارف تاريخه. يقول والله وقعد لي حوالي 3 شهور إلى 4 شهور ما سدد لي من قسط شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. لزمت في مناسبة، يوم دخلت المناسبة له في وجهي وهو يجيني قال يا أبو عمر سامحني والله إني أمر بظروف صعبة وإني والله ما يعلم فيني إلا الله وسامحني من هالكلام. قلت كل إنسان يمر بهالظروف يا أخوي لكن الله ييسر إن شاء الله. يقول استمريت على قرضي إلى أن جاء شهر شعبان من أحد السنوات. في خوي اللي يدري عن وضعي جاني قال يا أبو عمر، قلت نعم، قال واحد من جماعتكم ثري وتاجر ويطلع زكاته في رمضان، اشرح له قصة خويك هذا لأنه معسر وخله يسدد عنه الدين. والله ضايعة وجبتها. يقول واروح للشايب اللي من جماعتنا وافطرت عنده، ويوم تقهوينا وخلصنا ناداني قال لك حاجة يا ولدي، هو يعرفني يا أبو عمر. قلت والله يا عمي القصة هالشكل وهالشكل، هذا رجال معسر وظروفه صعبة وعليه قسط 1700 ريال ولا سدد منها إلا 7 أقساط. الرجل أنا والله أعرف زين وأعرف أخلاقه وخلقه، يستاهل إن حنا نحط زكاة لأنه معسر وظروفه صعبة. قال أبي كشف حساب بالمبلغ اللي يسدد، المبلغ اللي يدخل في البنك يعطني كشف حساب. قلت ابشر لأن كشف الحساب باسمي أنا. فقلت خلاص كم تبي؟ قال أبي 3 دورات. يقول واروح للبنك واطلع كشف حساب 3 دورات هذه، اروح وادق على عمي بالتلفون قال روح اعطه المحاسب فلان، المحاسب من جنسية عربية. يقول حنا باقي على رمضان اسبوع او 10 ايام، يقول اعطيه المحاسب